هذا وحضر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه يوم أمس بقلعة وينسور حفل الغداء الذي أقامته صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال إيرلندا بمناسبة حضور جلالة الملك المفدى مهرجان وينسور الملكي للفروسية. وقد تبادل جلالة العاهل المفدى مع صاحبة الجلالة الأحاديث الودية حول تميز العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط العائلتين المالكتين في البلدين الصديقين، وما تشهده علاقات المملكتين التاريخية العريقة من متانة ورسوخ على كافة المستويات. كما حضر الحفل سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى.